الوكيل الإعلاني لهذا البرنامج ساما جرافيك حلوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، أحبائنا في كل مكان وأحباء صيد النجوم. حلقة جديدة النهاردة من صيد النجوم، برنامج الخاص بقطاع البراعم والناشئين في كل مكان، مش في مصر بس ولكن في الوطن العربي كمان. النهاردة حلقة جديدة ومثيرة كالعادة، بنتناول قضايا مهمة جدا جدا على مدار السنة، يعتبر يمكن من أول بداية الموسم الرياضي وإحنا في مشاكل كبيرة جدا، مش بس كمان في القطاع الأول في الدوري المصري أو في القطاعات، أو لا، كمان في قطاع البراعم والناشئين، القطاع المهم جدا جدا واللي بنصب عليه أهم القضايا اللي بنحاول دايما إن احنا نظهرها بشكل نقدر إن احنا نطور منها، نقدر إن احنا نعالجها. حتى لو ما عالجناش القضايا دي، بنحاول إن احنا نوصلها للمسؤولين، بنحاول نقول لهم في مشاكل كذا وكذا وكذا وكذا، في قيد وفي والكلام ده كله، غير تزوير وتسنين وما الى ذلك. ولكن في حاجات كتير مهمه جدا جدا المفروض ان نقف عندها ونقدر ان احنا نتطرق بيها للاتحاد المصري. الاتحاد المصري بيواجه مشاكل كبيره، وللاسف الشديد مش شايفين اي بادره امل، اي خطوات، سواء اذا كانت في اللعبه عموما، مش في اتجاه بس البراعم والناشئين، لا كمان بنلاقيها كمان في الفريق الاول. عندنا مشاكل للأسف الشديد، داخلين على بطولة أفريقيا ومش قادرين لغاية النهاردة نستوعب 1000 مشجع، 5000 مشجع، 500 مشجع. للأسف الشديد عندنا ظاهرة بقت خلاص، بقت وباء في الملاعب، بقت حاجة صعبة جدا جدا في الملاعب. امبارح على سبيل المثال كانت في مباراة لنادي الزمالك في الدوري المصري، مش في بطولة افريقيا ولا في كاس العالم للانديه ولا في حاجه كبيره، يعني ده في الدوري المصري. مهمه جدا ومهمه في الترتيب وكل حاجه، ولكن اللي حصل في مباراه الزمالك والمقاولين حاجه صعبه جدا ان احنا نصدرها لقطاع البراعم والناشئين، نصدرها للولاد. احنا بنحاول نعلمهم ازاي يبقى في احترام للحكم، ازاي الحكم يبقى شايف هو بيعمل ايه، ازاي اللعبه كلها. اما يكون قدامنا الفيديو اللي معروض قدامنا، مشكله ده مدرب نادي الزمالك، مدرب العام، تخيلوا اول حركه يعملها قدامنا المدرب خطا. اللي هو بيعمله ده خطا. هو رايح للجمهور ليه؟ تاني حاجه، الجمهور ده هم دول اعضاء في نادي الزمالك ولا ده جمهور طبيعي العادي؟ لو هو الجمهور الطبيعي العادي، فين المسؤولين هنا او فين دور الامن هنا للحفاظ على الحكام؟ هل ده يحدث؟ احنا فاضل لنا شهرين على بطوله افريقيا، وشايفين اللي بيحصل في حكام داخل الملعب. ده اسلوب اللي احنا شايفينه. الامن نفسه بيجري، يعني الامن بيجري سايب الملعب وبيجري. امال مين اللي هيحمي الحكام؟ مين اللي هيحمي المستطيل الاخضر؟ حمايه مين؟ طب مين الشخص اللي داخل ده؟ انا عايز افهم. ده داخل، ده سوق، ده داخل سوق، يعني شكله كده له جهاز فني وله امن ولا الكلام ده هو ناقص يمسك شومه ويخش على الحكم يجيب دماغه نصين. هو الشكل كده باين، يعني الراجل داخل ايه، يلا بقى نجيب الرجاله ونجيب عربيه نص نقل ونخش الملعب. ايه اللي احنا شايفينه قدامنا؟ الحكام جوه الدوري المصري، جوه مباراه زمالك ومقاولين، مش عارفين يخرجوا من الملعب، والجمهور كله قد ايه؟ ما يجوش 500 او 1000. مين دول؟ يعني مين دول كده خلاص يعني مش هيطلعوا من الملعب؟ امال لو احنا ملينا المدرج كله والملعب كله جماهير، هيبقى ايه الوضع؟ ضروري جدا ومهم جدا ان يبقى في تنسيق ما بين الجمهور، ما بين الامن، ما بين المستطيل الاخضر جوه. يعني هم اللي كانوا بيحدفوه دي ازايز وبيحدفوا كراسي ولا بيحدفوا طوب وبيحدفوا. الجماهير دي دخلت ازاي كده؟
واتعاملت ازاي كده؟ ده مفيش ولا فرد امن فوق، مفيش ولا فرد امن فوق. طب ازاي يا جماعه؟ ايه وجه الاختلاف ان احنا من 7 سنين او من 10 سنين كان المدرجات بتبقى مليانه ملايين، وكان كل واحد بيقعد على الكرسي بتاعه ما بيتنفس، ما بيشيلش طوبه بيضرب بيها، كان وهو قاعد كده حتى لو هو في وسط 100 واحد على طول هوب بيتاخد من قلب الملعب وبيتعاقب. وده اللي كان بيحصل. ده ايه بقى؟ ده هو كان يغنيك ان هو كان وهو داخل الملعب بيتفتش تفتيش ذاتي. لكن اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ وهم كلهم 500 وبسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله، لما نيجي داخلين الملعب اليومين دول بنلاقي عربيات امن مركزي 5 كيلو قبل الاستاد و5 كيلو جوه الاستاد وشوارع امن والدنيا متنطوره. طب وهم 500 دخلوا ازاي بالمنظر ده؟ وعملوا كده ليه في المنظر ده؟ طب اتحاد الكوره هنا العقوبات هتكون ايه؟ يعني العقوبات اللي احنا هنشوفها هتكون ايه؟ طبعا الصوت العالي هنا بيفرق، الصوت القوي او النادي اللي بيبقى ليه شخصيه قويه بيفرق، ان ولا حاجه هتحصل ولا اي حاجه هتحصل ولا كأن في اي حاجه هتحصل ولا في اي عقوبات. انا مش بقول كده عشان في عقوبه على الزمالك، لا 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 خالص، انا بتكلم على ان ده حكم كاس العالم فيه اخطاء والدوري المصري فيه اخطاء، الدورات الرمضانيه اللي المباراه دي ما حصلتش ربع مباراه رمضانيه فيها اخطاء. طب ما هو ده الطبيعي، والمباراه هتخلص كده مفيش نتيجه مباراه هتتعاد ولا في حكم. تقرير الحكم المفروض اللي هو شايفه ده متهيألي كده الزمالك مش هيكمل في الدوري، متهيألي يعني لو هو احنا بالمنظر ده كده العقوبات بتاعته. لكن للاسف احمد حسام ميدو سواء الناس بتختلف معاه وتتفق معاه، في السعوديه مجرد بس ما حصل لفظ ما بينه وبين مشجع نهوا عقده واقلوه، خد شنطتك وراح على مصر. على فكره ده مش عيب، ده كويس جدا، في التزام في القوانين. لكن احنا عندنا لعيب بيطلع من الملعب، انا اسف يعني، بيتف على الجمهور، بيتف على جنب الجمهور وعلى الجهاز الفني، وممكن هو خارج يمسك ازازه ميه يضربها في وش المدرب ولا اي حاجه. لعب المباراه امبارح، لعب مباراه الزمالك امبارح، كهربا يعني قصدي على كهربا، عمل ايه؟ ولا اي حاجه، نزل لعب امبارح. ده ايه بقى؟ تف على جمهور وعلى مدربينه وعلى اللعيبه وكمان المخرج التلفزيون، كل اللي قبله في وشه بيتف عليه. عمل ايه؟ لعب امبارح. احمد حسام ميدو مع اختلاف اي حد معاه او مدرب قدير، وراح عمل شغل كويس جدا جدا في الوحده السعودي وجابهم من تحت لفوق واشتغل معاهم كويس جدا. بس علشان ايه؟ في منظومه وفي قوانين والقوانين اتطبقت عليه. تعالى يا كابتن حسام، احمد حسام ميدو، كمل جنب اخواتنا هنا في مصر واقعد جنبهم هنا عشان خاطر ايه؟ عشان حصل حاجه معينه، مع انه هو مدرب مجتهد، دي لا خلاف عليها بصراحه، ومن المدربين اللي احنا بننادي بيهم يبقى في تواجد للشباب جوه الملاعب المصريه. دي حاجه المفروض ان احنا نقف عندها، هنعديها يبقى ربنا يسترها في بطوله افريقيا اللي احنا عمالين نحضر ليها. حاجه الثانيه، دوري صيد النجوم الحمد لله احنا اختتم خلاص الجمعه اللي فاتت، وكان في تقرير طبعا هنتفرج عليه وهنشوفه، تقرير مهم جدا عن الاحداث اللي مرينا بيها وعن الختام وعن كل الاكاديميات. بلفت نظر الاكاديميات اللي كانت مشتركه في دوري صيد النجوم ان شاء الله باذن الله ان الموسم اللي جاي هيبقى مختلف تماما عن الموسم اللي فات. في طبعا تقصير ولازم يكون في الكلام ده حصل، في تقصير اذا كان تحكيم او تنظيم او حتى تغطيه اعلاميه. كان في فعلا، احنا اول سنه بنشتغل دوري صيد النجوم، ولكن الحمد لله رب العالمين قدرنا، ولما كناش عايزينه 100% نجاح يكفينا ان هو 70% نجاح، 60% نجاح، و40% غير نجاح. ولكن طالما في مثابره، في منظومه بتشتغل كويس، هنقدر ان شاء الله باذن الله السنه الجايه يبقى ليها شكل معين، شكل محترم يليق باولادنا اللي محرومين كتير قوي قوي، سواء العاب فرديه او سواء اتحاد كوره او ان هي تبقى متواجده في دوري القاهره او جيزه. عشان كده ان شاء الله باذن الله الموسم اللي جاي هيبقى مختلف. خبر تاني مهم جدا لازم انوه لحضراتكم عليه. من حوالي 4 ايام انا نوهت وقلت ان في لعيب مواليد 2000 هيروح النادي الاهلي بمبلغ 3 مليون جنيه. في ناس هتقول ان المبلغ مبالغ فيه، ولكن المفاجاه اللي انا قلتها 3 مليون جنيه انا ممكن اكون بلغت شويه في ال 3 مليون جنيه، لا هو المبلغ هيبقى بالدولار مش هيبقى بالجنيه المصري. دي المفاجاه اللي انا هقول لحضراتكم عليها، هيبقى بالدولار مش بالجنيه المصري. تعاقدنا الحمد لله مع شركه محترمه ايجيبت تايلاند، رئيسها كابتن وائل فاروق في تايلاند،
حاجه محترمه جدا، ما بياخدش غير اللعيبه اللي هي المحترمه اللي تقدر ان هي تقود السفينه وتقدر ان هي تشتغل بره. ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هيبقى معايا لعيبه مضت بالفعل وراحت بالفعل وجت تخلص الورق علشان تكون موجوده هناك ان شاء الله باذن الله. اللعيب 2000 اللي انا قلت لحضراتكم عليه هفاجئكم بيه بالصور، انه متواجد في نادي كبير جدا وحاجه مختلفه جدا وحاجه محترمه. اي لعيب هيطلع من خلال صائد النجوم هيطلع تسويق محترم، تسويق يعتمد عليه، غير النصب اللي بنسمع عنه وغير الكلام ده كله. ده كان خبر مهم لازم انوه عليه. وطبعا لسريه الصفقه مش هقدر اقول على اسم اللاعب، ولكن هو لاعب ملوش حل، مواليد 2000 ولكن يلعب فريق اول. لما انا اقول لك يلعب فريق اول هيلعب فريق اول، لاعب من طراز ملوش حل، يعني هيفرق كتير جدا جدا، ومش مع ناديه سواء خارج مصر او داخل مصر، ده هيفرق كتير جدا مع منتخب مصر في القريب ان شاء الله. هنطلع مع حضراتكم مع تقريرنا اللي عملناه لبرنامج صائد النجوم، دوري اللي اتعمل في طبعا قامات محترمه جدا موجوده في التقرير. تقرير لبرنامج صائد النجوم خاص بدوري صائد النجوم اللي تعب فيه جدا جدا شخصيات كتير، كابتن بدوي حمدان المشرف العام، كابتن كريم الحجار، اللي ان شاء الله باذن الله بنعد لحاجه لرمضان، دوره رمضانيه لصائد النجوم برعايه برضو شركه ايجيبت تايلاند للتسويق الرياضي. هتبقى حاجه برضو محترمه وان شاء الله الخير جاي. هنطلع لتقريرنا ونستقبل ضيوفنا اللي مش هنوي على اساميهم دلوقتي لما يجوا الحلقه، لان الحلقه فعلا دسمه بما تحمله قضايا مهمه جدا جدا، سواء على المستوى الجماعي للعبه الجماعيه كره القدم او على مستوى الالعاب الفرديه. نطلع لتقريرنا ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. بص حضرتك، المنتدى دوت اصلا اداره مركزيه تابعه لوزاره الشباب. طبعا رئيس مجلس الاداره فيها طبعا يعتبر الوزير طبعا مباشره. طبعا هي مكان طبعا اجتماعي ورياضي، بيضم طبعا ناس مشتركين كتير جدا، بيضم طبعا العاب كتيره طبعا. يعني عندي الكونغ فو، عندي كاراتيه، عندي جمباز، عندي كره قدم، عندي سباحه، ان شاء الله في طريق فيه كيك بوكس ان شاء الله باذن الله. فالمنتدى نشاطه اجتماعي رياضي. فكره المبنى كان موجود، احنا استلمناه من جهاز المدينه تقريبا في 2010 تقريبا. استمر طبعا بجميع الحاجات الامكانيات اللي فيه دوت. طبعا احنا اتحركنا برضه جاهدين ان احنا ضمينا قطعه ارض ثانيه مساحتها حوالي 8.5 فدان عشان خاطر تبقى تابعه للمنتدى، على اساس ان هي ما شاء الله في تكدس سكاني كبير جدا وفي اقبال جامد جدا على المنتدى. بص حضرتك، انا متابع فعلا قناه مصر البلد، وطبعا سيادتك طبعا استاذ حسن عسكر طبعا الاعلامي الكبير طبعا. الفكره طبعا عجبتني جدا طبعا. احنا طبعا
معكم رضا عادل، مدير الفني أكاديمية السامبا 2008 و2004. بنشكر دوري صيد النجوم وكابتن حاتم عسكر برنامج صيد النجوم على الاستضافة الجميلة وعلى الحفل الختام الكويس ده. اتمنى ان شاء الله يكون دي البداية والسنين الجاية ان شاء الله افضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنشكر كابتن حاتم عسكر والمشروع اللي عمله بتاع دوري صيد النجوم اللي تبنى فيه المواهب والناشئين. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. انا الكابتن محمد عبد الستار مدير اكاديميه ارينا لكره القدم ببنها. طبعا اتشرفنا السنه دي ان احنا موجودين عند كابتن حاتم عسكر، دوري محترم جدا جدا. الحمد لله احنا ابطال الدوري 2006 و2010. موسم جميل الحمد لله. النهارده حفل الختام، حفل محترم وحفل جميل. كل اولياء الامور موجودين، كل اللعيبه موجوده، كل الاكاديميات. الوقت اتعرف على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن رضا عسكر مدير فني اكاديميه ابناء عسكر. انا بشكر الكابتن حاتم والكابتن بدوي على تنظيم البطوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الكابتن مصطفى عبد المنعم مدير فني فريق 2006 اكاديميه ارينا، مشارك في بطوله دوري ابطال صيد النجوم الاعلامي حاتم عسكر. بطوله كويسه جدا، اتعرفنا على مدربين، مشاركه جميع الاولاد. مشاهدينا الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في كل مكان. هنا من داخل منتدى نادي منتدى 6 اكتوبر، هنا من داخل محافظه القاهره جمهوريه مصر العربيه. هنا حكما هذه المباراه كابتن ايهاب عبد الله، بابا نوال البطوله، بابا نوال الشرقيه. لسه بتكلم كتير، ابطال علينا بتغني ايام كتير. الان مشاهدينا الكرام كما احنا بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف اسم حضرتك؟ سعد محيي. سعد محيي. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك ابنك في اكاديميه ايه؟ انا ابني في اكاديميه الزمالك. اهلا وسهلا بحضرتك. مكانكم طبعا اللي احنا فيه طبعا ده اكيد. ربنا يخليك في صحتك جدا. حضرتك حضرت معانا الدوري؟ حضرتك الدوري في حلوان اهو، في مركز شباب حلوان. ايه الاخبار؟ بنشوفها عامل ازاي؟ كان التنظيم كويس جدا يعني الاحتكاك بالاطفال كان كويس جدا. كانت اديتهم خبره ان هم ازاي يتعاملوا مع الكتيم ويلعبوا كتيم. وكان في تنسيق من الاداره بتاعت المركز هناك، وكل القائمين على الدوري كانوا ممتازين جدا بصراحه. والتغطيه الاعلاميه برده كانت كويسه جدا هناك. عشان اسم حضرتك؟ محمد عبد الله، مسؤول التسويق في اكاديميه الزمالك. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك شايف ممكن بعد كده ايه اللي يتضاف لدوري صيد النجوم؟ هي صيد النجوم حاجه جميله الموسم ده، وان شاء الله الموسم الجاي استاذ الاعلام المحترم حاتم عسكر ان شاء الله السنه الجايه هيبقى فيه الافضل والاحسن في النظام وفي التدريب وفي اللعيبه وفي كل حاجه. بنوجه للاطفال ان شاء الله يبقى حاجه جميله ليهم، وان شاء الله يبقوا نجوم وزي صلاح وزي النني واكتشاف مواهب كتير. نجوم صيد النجوم بيكتشف مواهب ونقدر نساعد على قد ما بنقدر ان شاء الله. ربنا يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشرف اسم حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مدام زينب. مدام زينب. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك مشتركين في صيد النجوم. هي تجربه هايله الحمد لله. ايه اخبار صيد؟ كان حلو معاكي الدوري؟ لا الحمد لله احنا شاركنا في كذا دوره. الحمد لله لا كويس الحمد لله. تمام الحمد لله. الفتره حضرتي فيها كان في اي مشكله، في اي تعليقات، في اي سلبيات شفتيها؟ لا والله لا بالعكس لا، هي كانت يعني فتره كويسه
وهو يعني كفكره كويسه جدا يعني مش حلوه يعني لا حلو جدا. اهلا بيك، ربنا يخليك. انتوا انا برحب بيكم بقى في اكتوبر لا منها. حبيبي يا كابتن احمد مشرفنا دايما. كابتن احمد انت شايف فكره ان يبقى في دوري مناسب او دوري شبيه لدوري القاهره والجيزه، لان طبعا عارف دوري القاهره ودوري الجيزه ما بيستقطبش كل المراعي والناشئين الموجوده في مصر، فكره يبقى في دوري ومذاع وان هو يراعي اعلاميا، شايف ازاي؟ طبعا حاجه كويسه جدا، خصوصا ان انا كنت في سنهم قبل كده، وكنت بقى مستني فرصه ان انا حد يشوفني، حد يقول عليا كويس. فكره هو كمان بيتذاع حتى لو على يعني على قناه ايه، بس المهم انه بيتذاع، اهله كلهم هيتفرجوا عليه، هيقولوا لاصحابه، مدربين كتير بيقعدوا يتفرجوا على الحاجات دي. احنا زمان ما كانش عندنا الحاجات دي كلها خالص، فدي فرصه كويسه ليهم ان هم بيلعبوا كويس. طبعا دلوقتي كله حاطط محمد صلاح هدف قدامه، كله عاوز يبقى زي محمد صلاح، فيعني انا حاسس بيهم ان انا كنت زيهم في يوم من الايام، فان شاء الله ربنا يكرمهم كلهم، ودي فرصه بالنسبه لهم ان الحاجات دي كلها مذاعه، فرصه انه يثبت وجوده من هو صغير. فكره كابتن احمد عوده مدرسه الكوره زمان بكل قطاعات الناشئين، دلوقتي بقينا نشتري لعيبه ونجيب لعيبه ونروح نجيب لعيبه، وعندنا القاعده الاساسيه للبراعم والناشئين في كل الانديه ما بقتش زي زمان. هي الفكره دلوقتي ان كله بقى بيستسهل، بقى في موارد ماديه كويسه في انديه كتير، فكله بيستسهل، بدل ما نستنى ان احنا نعمل لعيب، لا احنا بنشتري على طول، وده مش صح. بس عشان كده تلاقي الانديه الجماهيريه دلوقتي قلت. بالظبط كده. كابتن احمد احنا بنشكرك طبعا على حضورك النهارده معانا، والف شكر لحضرتك. ربنا يخليك. استاذ محمد جمعه المدير المالي لمنتدى شباب 6 اكتوبر، برحب بيك النهارده يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك كابتن حاتم عسكر، ومرحبا بكم في منتدى شباب 6 اكتوبر. الله يخليك يا فندم. احنا طبعا متشكرين جدا لدعوتكم النهارده لاقامه دوري صعود النجوم النهارده عندكم. بنشكرك طبعا شكرا جزيلا لحضرتك. شايف النهارده اليوم كان ازاي؟ والله اليوم كان جميل جدا جدا، ومهرجان اللي حضرتك قمت بيه والدوري اللي حضرتك قمت بيه وعملته يعني حاجه تشرفنا بصراحه. ربنا يخليك يا فندم. شايف حضرتك تكرار مثل هذه الدوريات اللي هي تراعي اعلاميا بالنسبه للبراعم والناشئين، شايفها ازاي؟ هي لو تتعمل مثلا في جميع مراكز الشباب وفي الانديه، هتلاقي فيه فعلا شباب صغير واشبال صغير، تلاقي منهم نجوم يطلع منها زي الكابتن محمد صلاح، يطلع منها ناس لعيبه. لو انت عملت مثلا لقاءات في اماكن، هتلاقي اشبال في اولاد صحيح يعني بتبقى عندهم الموهبه، بس ما حدش قادر يكتشفها. الفضل طبعا بيرجع للاعلام وبرضك لحضرتك، انك انت لما بتقدمهم بتلاقي خامه كويسه. فده دور الاعلام، ان يبحث عن الاولاد الصغيرين. النهارده ان شاء الله كان في نهائي دوري صعد النجوم، والحمد لله الدوري كان اتعمل بشكل كويس ومنظم. ان شاء الله في الفترات اللي جايه نحاول باذن الله مع كابتن حاتم نشوف السلبيات والايجابيات من خلال البطوله، لكن هي في حد ذاتها البطوله كانت بطوله كويسه، لمت اكبر مجموعه من الشباب على مستوى محافظات مصر، وكانت فرصه للملتقى الناس كلها يعني، وفرصه ان احنا اكتشفنا فيها مدربين وحراس مرمى على مستوى عالي يعني. والحمد لله تم تكريم الحراس المرمى النهارده الموجودين خلال البطوله، واتمنى ان شاء الله في الفتره الجايه الكل يكون افضل باذن الله. بنشكر طبعا بصراحه على البطوله المنظمه دي جدا، بطوله كويسه جدا. بشكر طبعا كابتن حاتم عسكر، بطوله منظمه على اعلى مستوى، بيطلع مواهب على اعلى مستوى جدا، وبصراحه بطوله منظمه جدا. وجودهم في اكتوبر حاجه كبيره، شرف لاكاديميه نادي الزمالك فرع 6 اكتوبر. وبشكر طبعا لكل الناس الحضور اللي موجوده بكل الاكاديميات، مش عايز انسى حد خالص. وبشكر طبعا اولياء الامور بتوع الاكاديميات، وطبعا ده شرف لينا اللي انتوا النهارده كنتوا موجودين في 6 اكتوبر، وان شاء الله هيبقى يوم مكرر ان شاء الله. وبشكر سيدة النجوم ان شاء الله. في كل مكان اكتب امنيات تحياتي لكم. المعلق الرياضي روني، معلق دوري الصعد النجوم عبر مصر البلد، مع الامام الكبير حاتم عسكر. انتظرونا في الموسم القادم باذن الله باجدد الاطارات واجمد الحكام في مصر، حكام الدرجه الاولى. لا تنسوا هذا المقوله. المعلق الرياضي روني حصريا لما تكونون، حصريا لما تشاهدون، اصغر معلق رياضي في مصر روني.
يأتيكم برعاية الوكيل الإعلاني لهذا البرنامج ساما جرافيك حلوان. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما شفنا تقريرنا لصائد النجوم ودوري صائد النجوم أول موسم 2018-2019. طبعا بشكر كل من قام على العمل سواء من المصورين لإعداد كمان أصحاب الدعوة الأستاذ ياسر حماد رئيس مدير كمان رئيس نادي منتدى 6 اكتوبر، كابتن عبد الله محمد المدير الفني لاكاديميه الزمالك على الدعوه المحترمه وعلى ادارتهم لليوم المحترم اللي صراحه خرج بشكل كويس جدا. انا بشكرهم وبشكر كل اولياء الامور وكل الاكاديميات اللي شرفت اليوم. رجعت مع حضراتكم مع ضيوفي النهارده عشان نفتح مجالات كتير جدا ومهمه، التسويق ومجال التسويق والعقود اللي بتطلع والعقود اللي بتتضرب والفلوس اللي بتروح على الولاد والنصبه وفتح حاجات كتير جدا جدا ضروري جدا عشان نقعد نتكلم في الاعلام يكون لو اشخاص موجودين. يعني ايه تسويق؟ يعني ايه في عقد بيتكتب؟ يعني ايه اصفر لعيب لسه صغير اصفره ازاي؟ ومين اللي هيجيبه ومين اللي هيستقبله وهيروح فين ويجي منين؟ فضروري جدا ان احنا لما نيجي نتكلم عن واقع يبقى اصحاب المهام دي تكون موجوده، يكون نعرف نطرح المداخلات، حد عايز يتصل يستفسر عن حاجه معينه، اقيد لاعب ازاي لاعب اوديه نادي، ازاي اجيبه نادي. الحاجات دي مهمه جدا لان اولياء الامور ماشيين ورا وهم اسمه الاستثمار الرياضي، حاجه فظيعه جدا وحاجه غير محترمه للاسف الشديد لان هي مش مقننه، يعني هي مش مقننه. معايا ومعاكم ضيوفنا المحترمين عشان ما اطولش عليهم، طبعا ليهم كل الاحترام والتقدير. بيشرفني لاول مره النهارده ضيوف عزاز وكرام جدا جدا، شخصيات محترمه في المجال الرياضي سواء في التنظيم وسواء كمان في اللعب او الاستثمار. كابتن اسامه كمال لاعب نادي نجوم المستقبل والمنصوره وبوفشنال البرتغالي السابق ومدير شركه الكابتانو للتسويق الرياضي. اهلا وسهلا بيك كابتن اسلام. اهلا بحضرتك كابتن حاتم عسكر، انا شرف كبير ليا اللي انا جاي عند حضرتك. طبعا برنامج صائد النجوم يعني بوصل كل كلمه وكل حرف للناس كلها. مصر البلد قناه محترمه جدا وحضرتك اعلامي كبير جدا. شكرا. الله يخليك يا كابتن اسلام. طبعا احنا يعني بنرحب بحضرتك، قامه محترمه جدا جدا واتجاه في الرياضه انك سالك اتجاه وكمان بتمشي عايز تقول انا بمشي بمرضي الله، عايز انا بمشي قدام الناس في النور، ورقه وقلم وبكتب وبشوف وبعمل، مش موضوع كلام وهات فلوس واديك. معانا ومعاكم بقى قامه كبيره جدا محترمه جدا على المستوى الشخصي انا بحترمه ليه كل التقدير والاحترام، وعلى المستوى العام والرياضي الكل بيحبه، الكل بصراحه بيعشقه، سواء في اسكندريه الاصل والمنشا او في القاهره. الضيافه ليه ومشرفنا النهارده سياده اللواء طارق حسن رئيس لجنه الانضباط والنظام بالاتحاد المصري لالعاب القوه. اهلا وسهلا. طبعا السي في كتير قدامي انا مش هقدر اقول، هنقعد حلقه عشان اقول سياده اللواء طارق في ايه وفي ايه وفي ايه. هنرحب بيه الاول معانا النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا كابتن حاتم، وانا شرف لي اكون مع حضرتك النهارده، وانا شهادتي فيك مجروحه يمكن انا متابع حضرتك من فتره، وانا ببارك لك على كل النجاحات اللي انت عاملها. الله يخليك. والتقرير بتاع حضرتك بس على المقدمه ده عايزه حلقه لوحدها. اتفضل بقى عشان عايز حلقه لوحدها. شغلك بقى سياده اللواء اكيد طبعا انا نخوض في الموضوع ده، ومحتاج جدا جدا كلمه للمشاهدين وللعيبه وللمدربين والامن كمان وكل ده نظير للحدث اللي احنا داخلينه يا سياده اللواء. هو انا الاول عاوز بس اشكرك لتواجدك النهارده. انت مش كوره بس لكن انت كل الالعاب. تواجدك النهارده في بطوله جمهوريه 18 سنه ووجودك مع اللعيبه ومع الاتحاد المصري وتصويرك ولقاءاتك اللي عملتها، فانا بشكرك. لا طبعا انا بشكرك سياده اللواء على الدعوه، وكمان اللقاءات دي كلها طبعا الحلقه الجايه هتتعرض وحاجه محترمه. انا بصراحه لفت نظري ان كل الناس
ماشيه في اتجاه كره القدم، حتى اللي ابنه ما بيعرفش يلعب كره قدم عايز يعلمه عشان يبقى كره قدم. طب ما ابنك ممكن يبقى عنده لعبه تانية، ممكن يبقى في العاب القوه دي متهيألي ما فيش حد في مصر بيبص لها. الالعاب النهارده انا قاعد حسيت ان انا قاعد في الاولمبياد، حاجه بقى سيول وحاجات بقى اللي هي كنا لسه بنشوفها في التلفزيون زمان، والرمح والوثب الطويل والوثب، حاجات كتير جدا. انا كنت قاعد النهارده مبهور بصراحه بالشكل. فانا بحيي حضرتك جدا جدا على الفكر اللي انت بصراحه بتسعى له، وكمان الكنز اللي عندنا موجود في مصر ومحدش بيفكر فيه. دي حقيقه دي حقيقه، يعني فعلا ده كنز. الولاد دول اللي موجودين في العالم ده كنز. دي حقيقه. اللي هو احنا ان شاء الله عندنا، يعني انا بس عايز اخد الاول في الماتش بتاع امبارح واللي حضرتك عرضته، والمنظر اللي غير حضاري قوي لمصر ومش وقته، واحنا بنتصدر للعالم ايه. اولا القله دي مش نادي الزمالك، تمام، دي نمره واحد، ده جمهور نادي الزمالك خلص مشي. طب احنا لغيت كلمه قله واحنا ما عندناش غير يعني 1000 واحد اللي موجود. لا اللي كان موجود دول ما يتعادلها، مش 1000 واحد اللي كان موجود في الاخر 15 واحد، يعني ده قله من الناس اللي هي مندسه او اللي هم يعني ايه. ما هو مندسين فين؟ ما هو في عشان يندسوا. السؤال هنا، السؤال هنا يندسوا فين؟ السؤال هنا هم مين ومين اللي سابهم؟ تمام. يعني ده النهارده ده في امن في الملعب، مين اللي ساب الناس دي؟ الامن جري مع الحكام، الامن ساب الحكام جري. للاسف منظر رهيب قوي. منظر يعني احنا عندنا افريقيا، يعني احنا المفروض نمثل العالم، احنا بنودي الصوره لمصر اللي احنا خلاص بدانا ان احنا نستقر، الاجواء بقت كويسه، كل حاجه كويسه. احنا دلوقتي بنقول لا ستوب. ده في واحد داخل جوه الملعب، في واحد بيعمل سيلفي، شفته؟ احنا لازم داخل جوه الملعب بيقول انا هستنى بره، اطلع لي بره وانا لا، واللي نازل يعمل سيلفي مع الحكم ده كابتن، ده كارثه. يعني الموضوع ده ملوش علاقه بحاجه خالص، ده ما عندوش حاجه. ازاي؟ ايه دي المشكله؟ وده مين؟ ده في منظر تاني كان برضه بعد الماتش جوه اوضه اللبس، مش عارف الاعداد دي كلها ايه. غلط غلط. احنا عندنا كاس احنا بنقول للناس ان احنا بلد امن وامان، ما ينفعش المنظر ده ما ينفعش يتصدر للعالم. غلط اكيد طبعا. انا منظر مش عايز اقول لك اللي هو ده. احنا بنعبر لمصر بطريقه كويسه بحضاره. مفيش. انت عارفين ان احنا كان في الحسبان ان احنا المفروض ان احنا ما كناش هننظم افريقيا، ده جات لنا كده سبحان الله من عند ربنا، جات لنا من عند ربنا. ربنا بعتها لك. ايوه، واحنا محتاجينها. استغلها بقى، استغلها عشان تتحط تاني في الخريطه الرياضيه العالميه. بعدين الجمهور، انت عاوز ترجع الجمهور وبتقول لي الجمهور يرجع وبالنادي الجمهور، فين الجمهور؟ عايز ترجع الجمهور فين بقى دلوقتي؟ لا هو الجمهور الحقيقي خلص ومشي. احنا برضه السؤال مين اللي بيفضل في الاخر ومين اللي بينزل ومين اللي بيعمل كده؟ الجمهور خلص مشي. طيب الامن هنا في وجوده، يعني الامن مش مثلا المفروض يبقى متواجد مع انا شايف ان الامن خرج وساب الحكام عشان مش خرج. هو الامن اتدور عليه فوق، هو في الامن اللي فوق ما خرجش الناس دي ليه؟ احنا يا ساتر اللي هو الحاجات دي بيبقى ما بنيجي نروح ملاعب بنشوف امن كبير جدا قدام الاستادات بطريقه وتفتيش ايه 1 و2 و3 و4 تمام، وبرضه بنلاقي الشماريخ جوه وبرضه بنلاقي الازاز جوه والضرب جوه. طب ازاي يا ساتر اللي هو مش ازاي؟ هو لا، في ناس بتدخل ناس، ده لازم نكون معترفين بالثقافه المصريه. هي ناس بتدخل ناس. هو القصور ده مش غلط علينا، ولكن برضه في حاجه ثانيه يا كابتن حاتم. احنا تحت النهارده الماتش خلص وانا شايف ان في مشاحنات والجو مشحون. ما ينفعش اودي حكم اللي بعد ما افضي كل الناس اللي فوق دي. ما ينفعش اجيبه كده، اجيبه واسيبه واجري، ما ينفعش. صح فعلا، مش حلو. صح فعلا، اجيبه واسيبه واجري فعلا. صح يعني بجيبك النهر وبعد كده اسيبه. ومنظر ما ينفعش يتصدر للعالم اللي بره خالص يا كابتن، ما ينفعش. طيب كابتن اسلام، ضروري جدا بقى، احنا بنسمع كتير جدا عن الاستثمار الرياضي واشتري نادي ومعاك قرشين خد فرع نادي وروح وهات اللعيب ومضي والكلام ده كله. شغلك انت بنيته كرياضي وتعلمت كوره ولعبت كوره، ان انت عايز توصل حاجه موثقه للاعب. انت سافرت بره وعرفت يعني ايه احتراف واشتغلت هنا على ارض الواقع. حضرتك هنا لما بتيجي دلوقتي في موهبه صغيره وعايزين نصدرها للخارج، او احكي لي الاول فكره الشركه شغاله على ايه؟ هي موصله بحاجه بسيطه جدا. احنا بنعمل في الشركه بتاعتنا دي، انا معايا يعني مش عاوز انسى حد، انا معايا منظومه كويسه جدا في التدريب، معايا كابتن مليكي وكابتن صالح سامي. الناس ديت في المنصوره لهم اسم، غير كمان معايا مدربين لهم حاجات كتير قوي في المنصوره، زي كابتن سامي سطوحي لاعب منتخب مصر، حارس منتخب مصر، كابتن سعد سليط معروف جدا منتخب مصر. الناس ديت يعني انا عاوز اقول لك ان انا باخد برضو منهم موهبه، اللي انا لازم ان هم يشوفوا بعينهم، مش بعيني انا لوحدي، لا لازم ان هم يبصوا على اللعيب برضو. احنا الشركه بتاعتنا تتمثل، احنا بنجيب بنروح الكره. كابتن حاتم انا
والناس اللي معايا المنظومه اللي معايا بنروح الكوره، بنروح الملاعب اللي انت ممكن ما تتخيلهاش عشان نجيب من المجموعه ديت واحد او اتنين يكون لعيب 70-80% اقدر ان انا اشتغل عليه. بتروحوا الكوره، هل بيبقى اختبارات دي مثلا ولا لا مفيش اختبارات، لا اصل انت لو عملت اختبارات في حاجه زي دي هيلم 5 جنيه و10 جنيه للناس اللي هي دي والحاجات دي. لا احنا في الاول خالص يا جماعه انا جاي بعمل ماتش معاك، عندك لعيب وعرضه وطلب انت من الاكاديميه بتاعتك انا عايز اللاعب ده، هسوقه لك بشكل كويس من غير فلوس يدفع ولا من غير اي حاجه، بس طيب انا عايز ابنيه كلاعب. طب هو مبدئيا من غير فلوس، هل هو اللاعب ده بيبقى تبع شركتك خلاص انا باخده ببدا بقى اللي انا مثلا انا خدت مثلا سيم، انا خدت 200 لاعب 300 لاعب من كل سن مثلا 10 ببدا اللي انا اعمل لهم زي تجمعات ماتشات، ماشي زي معسكرات وكده ببدا اللي انا اصفيهم مثلا احسن ناس عندي، لان انت بتجيلك انت بتلعب الاكاديميات دي بيبقى طبعا على ملاعب خماسي، فانت بتراعي اللي هم ازاي هيلعبوا ملعب 11 فانت بتعرفهم ازاي الاوفسايد والملعب ال11 ومكانهم في الملعب. دي المدربين ده حاجتنا احنا بقى، بتوصلهم للبدني اللي هو مطلوب للانديه. طب هو ده كده تحت مسمى اكاديميه لا ده تبع بقى الشركه، بنصفي على مثلا على 22 لاعب 23 لاعب اللي احنا قدرنا نصفوهم قيمه اسبوعين 3. ظهر خدمات عاليه جدا. انا خدت طبقت السياسه ديت من بره بيعملوا تقنيه عاليه قوي. ايه هي التقنيه؟ طب التقنيه دي جبتها على سمع ولا رؤيه ولا شفتها بعينك؟ لا شفتها. اللي بيمثلها هنا في مصر نادي نجوم المستقبل. مستر محمد طويله شخصيه محترمه جدا صراحه، يعني الراجل يعني 10 سنين بقى في الدوري الممتاز كويس. عنده لعيبه، عايز اقول لك كابتن حاتم هو عنده لعيبه بره مصر لو جابها يعني يبقى في الاربعه الاوائل في الدوري الممتاز. عنده 3 لعيبه في غرناطه، 2 في اسبانيول، يعني انديه معروفه. انا خدت التقنيه عنه بس بسيطه على قد ما كل اللعيبه اللي بتطلع دي هل بتبقى مقيده في الاتحاد المصري ولا اللعيبه لسه ما اتقيدتش؟ لا بيبقى متقيد عنده في النادي بس بيطلع على اساس اعاره 6 اشهر. يعني انا واحد من الناس كنت في نادي نجوم المستقبل، الدوري وقف ساعه 30/6 ولا. طب انت كده هتقيده هنا في ليه بتطلعه بره؟ لا بره احتراف، اللاعب بياخد سيستم الاحتراف. يعني ايه احتراف؟ بيبقى عنده هوايه تفوق هنا، انا بديله الخبرات بره اللي هو يطلع ويشوف الدنيا ويلعب في انديه اول مره يشوفها، يجي لي هنا هو عنده الخبرات دي كلها. طب انت يا كوتش لما بتيجي اللعيب بتمضي اللعيب وتطلعه بره، هل في تنسيق ما بينك وبين بره ان انت اللعيب ده جاي امتى هيلعب امتى؟ اكيد طبعا، وهيجي ازاي وهينزل فين وهينزل على مين وهيبقى الاستضافه بتاعته مين، ومثلا مين اللي هياخده من هنا يوديه النادي ده فتره معايشه يشوف الدنيا بتاعته خلاص مضى في النادي بيبقى فيه سيستم. طب انا هرجع لك لسؤال مهم اكمل على سيادة اللي هو طارق، وهرجع لحضرتك لسؤال مهم جدا كابتن اسلام. سيادة اللي هو حضورك النهارده طبعا والتنظيم الرائع اللي كان موجود النهارده تنفيذه على ارض الواقع، هل مثلا جربنا ان احنا في اسكندريه او في القاهره عموما نعمل يبقى العاب القوه ازاي نوصلها او نسمعها او يبقى ليها حاجه اعلاميه او قناه اعلاميه او شغل اعلامي ان احنا نقول عندنا. انا شفت النهارده بنات ما شاء الله حاجه تفرح، يعني حاجه تفرح ان انا اشوف بنت بتمتلك قوام ولعب وفنيات اقوى من ولاد. طب معانا اتصال والد اللاعب حازم صديق. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. الله يخليك. معايا كابتن اسلام كمال وسياده اللي هو طارق حسن معانا النهارده على الهواء. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا وسهلا. طبعا في البدايه برحب بالكابتن اسلام كمال حارس مرمى المنصوره ونجوم المستقبل، بوفيشتا البرتغالي السابق وكيل اللاعبين ومدير شركه الكابيتان لتسويق اللاعبين بمحافظه المنصوره. اهلا بيك. اهلا بيك. وبرحب باللي هو طارق حسن. الله يخليك. اهلا بيك. اتفضل حضرتك. انا والد اللاعب حازم. اللاعب ده في منتخب مصر. عندي لاعب كويس، لاعب موهبه ما شاء الله، موهبه عاليه، بنيان جسدي قوي الحمد لله رب العالمين. طبعا كل ده تحت قياده الكابتن اسلام. يعني ده كان متواجد في خلال فتره معينه قياده كابتن اسلام وشركه الكابتيانو. هو حضرتك كان ناشئ من ضمن ناشئين نادي طلخه، فطبعا انا اتعرفت على الكابتن اسلام، كلمت الكابتن اسلام قلت له انا عندي ناشئ كويس كذا كذا كذا. المهم قال لي طب حضرتك اشوفه. جه الكابتن اسلام بص على اللاعب، قدر في فتره بسيطه ان هو يخليه حاجه، يعني
بنيان جسد قوي الحمد لله رب العالمين. قدر ان هو ينمي الموهبه عنده بنسبه عاليه في فتره بسيطه. وطبعا من خلال الكابتن اسلام قدر ان هو يسوقه، راح منتخب مصر منتخب الشباب 2001. مواليد كام حازم؟ 2001 2001 مع كابتن ربيع ياسين. 2001 مع كابتن ربيع ياسين. مع كابتن ربيع ياسين وكابتن اسلام سوقه احسن انديه في مصر، نادي حرس الحدود ونادي نجوم المستقبل. وطبعا رحنا نادي النجوم، اللاعب نفسه اختار نادي النجوم وراح نادي النجوم. طبعا دي حاجه محترمه جدا وحاجه كويسه ان احنا نلاقي عندنا. طبعا انا بشكر حضرتك يا فندم على المداخله المحترمه. طبعا اضافه محترمه ان يبقى عندنا 2001 وعندنا مواليد براعم وناشئين بيتجهوا دلوقتي من بعيد، يعني من بره الانديه. يعني كنا بنشوف مثلا ايه، ناخد من حرس الحدود، ناخد من الاهلي، ناخد من الزمالك، نجمع منتخب. دلوقتي قدرنا ان يبقى في عندنا عيون تانية او اماكن تانية تقدر ان هي توصل ولادنا، مش لازم حتى يروحوا المنتخب، بس على الاقل يوصلوهم من اماكن غير الدوري القاهري ودوري الجيزه والكلام ده كله، ليهم اماكن تانية يروحوها. هو ده اللي بنتكلم عليه، ان يعني عارف ايه، ادي العيش لخبازه. يعني ادي العيش لخبازه، واحد بيفهم في حاجه خليه يشتغل. خلينا كلنا نشتغل في حاجه اسمها التخصصات، كل واحد بيفهم في حاجه يشتغل فيها. مش انا ابقى انا وكيل لاعب، وابقى انا اعلامي، وابقى انا صاحب دوري، وابقى انا اتحاد كوره، وابقى انا كل حاجه ابقى انا كل حاجه. يبقى في الاخر مش هعمل اي حاجه خالص. أكيد. طبعا دي حاجه محترمه جدا. والله يا كابتن انا حازم من اللعيبه الكويسه جدا. ابوه زي ما هو قال لحضرتك كان في طلخه، وبعد كده حصل شويه حاجات كده. تمام. فجالي قال لي انا كابتن انا ابني كذا كذا، قلت له لازم انا ابص عليه، مش هاخد من بره النار. فبصيت عليه وخليت ناس تبص عليه، وكابتن حليم ورئيس قطاع ناشئين حرس الحدود. طبعا. فبص قال عجبه الولد جدا، فانتقالات لهنا لهنا، راح نجوم المستقبل. دلوقتي اللاعب السنه دي في نجوم المستقبل، السنه الجايه مسافر بره، يعني الموسم ده مسافر بره مصر. ما شاء الله، ربنا يا رب يكرمه ان شاء الله باذن الله، ويكملها على خير ويطلع ونشوف حاجه كبيره باذن الله. سياده اللواء، الالعاب الفرديه مش عايزين نقول مصدومه، لا هي مش موجوده، بالرغم ان فيها نجاحات وفيها ميداليات. النهارده كنت واقف على المنصه، في واحد بياخد ميداليه ذهب، ميداليه برونزيه، ميداليه فضيه. انا بصراحه حسيت ان انا اولمبيات بس مش متذاعه، مش موجوده، ملهاش اي مردود، حتى ما فيش اي قناه بتغطي، ما فيش حاجه غير المصور اللي هو الخاص بالاتحاد بتاعكم. وما شاء الله كل الاتحاد موجود وافراد الاتحاد، حاجه محترمه جدا. ليه ده ما بيبقاش بالشكل؟ بره بيهتموا بده قوي، بيهتموا بيه جدا، وبيقننوه بشكل محترم قوي. والولد اللي بياخد حتى شهاده في اي لعبه ايا كانت او هنا، بيخلوه يظهر بمظهر كويس. ليه ده مش موجود؟ لا هو النهارده اولا تنظيم البطوله النهارده ده كان بروفا البطوله العربيه ان شاء الله اللي في شهر 4. الامانه الاتحاد البطوله اللي فاتت بطوله الدرجه الاولى كان في 8 قنوات بتغطي الحدث. كانت البطوله على 3 ايام، لكن البطوله النهارده كنا محكومين بوقت محدد وما كانتش هتقام لاعتبارات امنيه. كان في ماتش كوره بعد مباراه كاس مصر. كان بعد البطوله على طول، فما فيش حد جاي يغطي الحدث، لان انت مرتبط بكام ساعه ومش عارف كنتوا هتتلعب لحد امبارح بالليل ولا لا. لا انا معاك في ده، انا اقصد في ان هو ليه ما بياخدش حيز كره القدم الشعبيه اللي هي في كل مكان، كل ما بتخش بيت شارع بتلاقي اكاديميه. ليه احنا ما بقاش عندنا مثلا اكاديميه لالعاب القوه مثلا؟ الحكي هتجرنا دلوقتي لقضيه ثانيه. أيوة. وقضيه زي ما كان الكابتن دلوقتي في الكوره، لا في العاب القوه في عندك ناس مدربين صنايعيه. كابتن قال جمله، انا بنزل النجوع وبنزل القرى. انا عندي كان مدرب منتخب مصر كابتن محمد صوفي من السويس، بينزل نجوع السويس وعامل منظومه، بيجيب صنايعي بطل ازاي يعملوا. ايوه. لكن احنا هنا فعلا في مصر لازم يبقى عندنا اكاديميات متخصصه، اكاديميه متخصصه في السبرنت، متخصصه في الرامي، متخصصه في الوزن. ده لازم يبقى موجود الكلام ده طبعا، غير الاكاديميه الشامله اللي في الانديه. لازم اكاديميات متخصصه تتبع الاتحاد او تتبع شركات او تتبع الشباب والرياضه، بس تبقى متخصصه. ده لازم كده. هو ده بقى اللي بكلم حضرتك فيه. طب هل ده يجي من ان احنا ممكن نعمل دبلومات، محاضرات، ورش عمل نقول فيها الكلام ده للمدربين، نعملها في اسكندريه النهارده، في القاهره النهارده، في اي مكان النهارده، بحيث ان احنا نتكلم في النقط دي؟ ما هو اصل انا مش هطلع طول كل حلقه اقول يا جماعه عايزين نعمل العاب قوه، مش عارف ايه، عايزين نعمل ايه، عايزين نعمل الكلام ده كله، ولا حياه المنتونيه دي. هل احنا ممكن نعمل حاجه زي دبلومه الاعلام الرياضي اللي بتتعمل من شركه تريبل اي سبورت وتبقى حاجه عامه للجميع؟ هل ممكن يبقى حاجه زي كده للتخصصات يبقى احنا نعملها للالعاب الفرديه؟ هو ليه النهارده برنامج صائد النجوم زي ما عمل دوري سمع جامد قوي الحمد لله، وظهر فيه مواهب
يمكن بشهاده الناس كلها، الحمد لله. وده اللي هيخليني برضه اقول لحضرتك عممه على المحافظات ان شاء الله باذن الله. واعمل في الاخر دوري بالظبط كل محافظه المحافظه. ليه برنامج صائد النجوم ما يتبناش الالعاب الفرديه وخصوصا لعبه زي العاب القوه؟ يعمل النهارده مسابقه مثلا بالتعاون مع الاتحاد المصري في اسرع رجل وفتاه في مصر. مستعد، انا مستعد تعمل على مستوى المحافظات ولا تعمل على مستوى يعني انا مستعد، انا مستعد. ده انا لما شفت البنت النهارده بتجري ولية امرها والجماهير قاعده، عارف انت الصوت وقهات وبتاع، انا حسيت ان انا في دوله اوروبيه، انا حاسس ان انا في دوله اوروبيه. بقول ايه ده؟ انا يعني محمد صلاح لو جاب جول مش هتصوت زي كده ويصح حاجه تفرح، حاجه تفرح جدا. عايز اقول لها انت بطله وميداليه وايه ده الحاجات دي؟ ما ده يعني بجد احنا محرومين الحاجات دي جدا جدا. كابتن حاتم انا في معايا الاستاذ اسعد عثمان، ده صاحب جريده وموقع حكايه وطن. عنده بنت بسم الله ما شاء الله، راجل بيتكلم معايا فرحان ان بنته انا مش عارف اوديها فين، وبنتي بتسبق الولاد. تخيل يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحميها بنت. بالظبط، ربنا خلقها كائن ضعيف. لما يعني كلمني وبعدين كلمت المدرسه بتاعتها طلع عندها من 8 ل 10 ولاد كده. فالنهارده دول لازم هوجههم للاتحاد المصري ولازم حد يبص عليهم. ولاد وبنات ما عندهمش ملعب، ده بيجروا على ارض حمراء، ما عندهمش مدربين وبالمستوى ده. هو ده بقى البطل اللي احنا ناخده ونحافظ عليه. هو ده صح. طب انا هخليك تجهز لي مفاجاه عشان احسس ان ايه في الجراب عندك في حاجات مفاجات وفي حاجه كويسه. جهز لي مفاجاه كده على ما اخش كابتن اسلام ونشوف ايه. كابتن اسلام، بعد التجربه اللي انت عملتها مع حازم اكيد في لعيبه عندك بدات تسوقها، بدات تشوف الناتج بتاعها، بدا الاخراج عندك. ما هو انت اكيد طالما فكرك عالي واشتغلت بره ولعبت خارج مصر اكيد وبترتبط طبعا اكيد ليك بره ناس بتنسق معاها وشركات بتنسق معاها وتشتغل معاها، فاكيد في عندك بوادر او في لعيبه ظهرت وانت شفت ان هي ممكن توصل. اكيد طبعا. انا عندي دلوقتي 8 لعيبه يعتبر في كذا نادي من الانديه الكبار بيتنافسوا عليهم. عندي احمد ادهم مساك، عايز اقول لك 2003 بسم الله ما شاء الله القوام عالي جدا. عندي مساك تاني اسمه يحيى رشاد، حاجه برضو محترمه. عندي لاعب اسمه عمر ابراهيم، حاجه مختلفه هاف يعني بمعنى الكلمه. عندي بقى حته صغيره اسمه انس. اللاعب ده محمد صلاح التاني، ويفتكر الكلمه دي يا كابتن حاتم، محمد صلاح وهيفوق محمد صلاح 2008 بيفوق زمايله والسن اللي 2004 وبيلعب معاهم وبيحتك وكل حاجه بسم الله ما شاء الله. نادي بولموس بيخلص معاه. بولموس الاسباني من دلوقتي انا بقولها لك بيخلص. احنا اللي مستنيين كشركه. مواليد كام هو؟ 2008. 2008 يعني هو هيروح معاه كمان، هيبقى مرافق مع والده عشان يقدر يروح. اللاعب عايز اقول لك اللاعب ده موهبه يعني للدرجه دي. موهبه يا كابتن. انا عايز اقول لك اللاعب ده انا بقول لك هيعدي محمد صلاح من دلوقتي. لاعب جاي من طب احنا عايزين نعمل برضو الحاجات اللي زي كده فيديو معين نروح لهم نشوف. ما فيش مشكله، انت حضرتك هتكون معايا ان اول الاسبوع الجاي انت والكابتن سيد الخولي طبعا ان شاء الله باذن الله. فانت لازم هتيجي وتشوف البروجرام ده، احنا عاملين لك حاجه كبيره. كابتن سيد الخولي ده عميد حراس المرمى، حاجه تشرف وطبعا اتشرف بيه طبعا طبعا. غير كمان حضرتك هتبقى متواجد معانا في فتره كتير ان شاء الله الايام الجايه، غير كمان برنامج صائد النجوم والحاجات الجميله اللي انت حضرتك عاملها بسم الله ما شاء الله. الدوري ده يعني انا ليا الشرف والمنصوره كلها والدهليه اللي هي تيجي تعمله عندنا، ده هتبقى حاجه كبيره قوي. هتشوف نتائج، هتشوف لعيبه، هتشوف امكانيات فوق الخيال. صدقني الدهليه منبع لعيبه الكوره. طب انا هقول لك على حاجه، طالما انت دخلت في صيد النجوم والدهليه والمنصوره مفاجاه ماشي نخليها. بس هنطلع لفاصل الاذان ونرجع لحضراتكم تاني مع ضيوفنا الكرام. صائد النجوم يأتيكم برعاية الوكيل الإعلاني لهذا البرنامج ساما جرافيك حلوين.
رجعنا لحضراتكم تاني مرة تانية بعد الأذان. طبعا في شكر انا لسه يعني جاي لي حالا ونسيت ان انا بصراحة ان انا اقوله في الفقرة الاولى، ولكن اكدوا عليا تاني. وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي بعت لينا شكر. هيتم ان شاء الله باذن الله تكريم خاص لصائد النجوم يوم الاحد القادم في جامعة 6 اكتوبر. طبعا تكريم لصائد النجوم على نجاح دوري صائد النجوم وعلى الفكره اللي نشأت ونجحت والحمد لله رب العالمين، وحتى لو نجحت 1% ولكن قدرنا نعمل حاجه وقدرنا ننفذها وقدرنا ان احنا نختمها الحمد لله بشكل محترم. بشكر طبعا الدكتور اشرف صبحي، تم فعلا الاتصال وتم الشكر، وان شاء الله التكريم هيكون يوم الاحد اللي جاي باذن الله في جامعه 6 اكتوبر بحضور كل افراد العمل. حاتم عسكر هيكون موجود هناك، المصور المحترف الاستاذ سعيد عماد الدين، الاستاذه سهى بكر، الاستاذه سالي محمد، والاستاذه سماء يحيى مدير التسويق، هيكونوا موجودين للتكريم من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. بشكر طبعا حضرتك شكرا جزيلا. نرجع بقى لمفاجاتنا، وكل ضيوفي المحترمين اليمين والشمال اللي قاعدين على ناحيه اليمين واللي قاعدين على ناحيه الشمال، كل واحد محضر مفاجاه كبيره جدا لصائد النجوم، والحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يكتر مفاجاتنا كلها لصالح ولادنا، سواء في الرياضه عموما بشكل عام او في كره القدم او في العاب القوه بشكل خاص. كابتن اسلام كمال، دوري صائد النجوم هيمثل لك ايه ان شاء الله باذن الله السنه الجايه في منطقه الدقهليه عموما محافظه المنصوره بشكل خاص؟ يعني انا مش يعني شرف كبير لبرنامج صائد النجوم والطفره الكبيره اللي هو عملها، ولاعب مواليد 2000 يسافر بره، والقصه والايمان اللي موجود ده، يعني شرف كبير يجي المنصوره ويلاقي برضو نفس اللي حضرتك جبته ده هتلاقيه في المنصوره كتير. هيمثلها حاجات كتير قوي، هيمثلها نظام محترم، قناه اعلاميه كبيره كابتن حاتم عسكر، قناه مصر البلد. طبعا يعني انا يعني شرف كبير تنزل الدقهليه. نتوكل على الله ان شاء الله باذن الله. طبعا انا واثق في قدرات حضرتك وواثق في امكانياتك وشغلك المحترم والمنظم. يعني ان شاء الله المنصوره هتتبنى دوري صائد النجوم عندها، دوري صائد النجوم عندنا كامل هناك متكامل. احنا التغطيه الاعلاميه مفيش مشكله، انت ده شرف كبير لنا. هتيجي وهتلاقي حاجات جميله جدا عندنا، مواهب كتير مدفونه، حضرتك هتلمعها وهتبقى موجود معانا ان شاء الله. يبقى ان شاء الله باذن الله دوري صائد النجوم السنه اللي جايه، زائد انه في القاهره وفي الشرقيه هيكون متواجد برضو في المنصوره ان شاء الله باذن الله تحت قياده المدير الفني او المدير الفني كله لدوري صائد النجوم الخاص بالدقهليه كلها كابتن اسلام كمال. شرف لينا كبير طبعا. ربنا يخليك. سياده اللواء طارق كلمني في كذا نقطه مهمه جدا، وعايز ان هو يقولها بشكل دايما احترافي. هو دايما علشان هو راجل منظم في شغله والنظام واخده من صغره لغايه بسم الله ما شاء الله ربنا يديله الصحه، ماشي في شغله بالنظام. كل حاجه عنده ليها حساب، كل حاجه عنده ليها توقيت، امتى هيقول وامتى هينفذ اللي هو بيقوله. مش معنى نقول بس وخلاص، امتى هينفذ اللي هو بيقوله. سياده اللواء عايزين نتكلم في كذا نقطه مهمه جدا. صائد النجوم في اسكندريه. صائد النجوم في اسكندريه. صائد النجوم في اسكندريه هو متواجد من ساعه ما حضرتك حطيت رجلك هناك، وانت تعلم تماما ان انت ليك شعبيه كبيره. الله يخليك الله يخليك. ولكن احنا نقول النهارده مش دوري صائد النجوم في اسكندريه، احنا نتكلم على اكاديميه صائد النجوم في اسكندريه. اكاديميه صائد النجوم يعني الفرع الثالث ان شاء الله يكون موجود عندكم في اسكندريه. هي دي اللي لازم تبقى موجوده. شرف كبير لينا طبعا سياده اللواء. ودي اللي يمكن هنسقها انا وحضرتك ازاي تبقى موجوده. تمام. ده بالنسبه لكره القدم. تمام. ودي هتبقى تجرنا لحاجات تانية، لان انا برضو بطلب من حضرتك ان احنا طالما مؤمنين بالالعاب الفرديه فاحنا يبقى برنامج حضرتك وصائد النجوم. احنا هنخصص للالعاب الفرديه دي جزء من الحلقه في كل حلقه. تمام. نخصصها تغطيه وتصوير ولقاءات كمان. ونتبنى اول اكاديميه متخصصه في العاب القوه. طيب يعني كده هيبقى اول اكاديميه متخصصه في العاب القوه هي اكاديميه صائد النجوم. تمام. طبعا خلينا نعترف ان مفيش اكاديميه في مصر متخصصه في العاب القوه او الالعاب الفرديه. مش هتبقى في كله، هيبقى بعض التخصصات. بعض التخصصات. تمام. وهيبقى المدربين اللي موجودين هم متخصصين في الجزئيات دي، العاب قوه، سباحه، طايره، ايا كان هيبقى متواجدين. تمام. طبعا ده شرف لينا كبير جدا جدا التعامل مع حضرتك سياده اللواء، لان التعامل مع الشخصيات القياديه بيفرق جدا جدا مع الاسامي. ما يكونش قيادي، ممكن اكون لعيب مشهور جدا وليه باع طويل قوي، ولكن نقول الكلام النهارده وممكن اقعد سنه ما اشوفوش. طبعا.
فطبعا تفرق كتير جدا لما تتعامل مع قيادات هي ليها مكان وليها كيان، فحاجه محترمه جدا. في حاجه عايز انوه عليها، مشكورين طبعا اتحاد السكندري. كان في ظروف انا قريت على الفيسبوك من حوالي 3-4 ايام، هخليك تتكلم عن الشخصيه، لان انا بصراحه لما شفت الموقف اتضايقت وصعب عليا جدا الموقف. ازاي احنا رياضيين يوصل عندنا حد معين لما سنه يكبر ان ما يليش حد جنبه، اكيد، وتلاقي سنه ممكن يموت في الشارع، ممكن يعني الواحد بصراحه مش قادر يتكلم. فبصراحه يعني بصراحه انا كلمت سياده اللواء من يومين، اتفاجئت النهارده بحاجه حصلت مع الشخص. هخلي بس كانت سياده اللواء يتكلم عن الشخص ويتكلم ايه اللي تم بالظبط. هو انا عايز اقول برضو كعاده الاستاذ محمد مصلحي، والراجل ده رجل حكايه وروايه كابتن حاتم بصراحه الامانه. يعني اول ما وصل له المعلومه بتاعت الكابتن هو بعت على طول. نقول اسمه بعد اذن حضرتك يعني بلاش يعني ماشي. فبعت العلاقات العامه، اصل هي ما فيهاش حاجه، ده بالعكس دي حاجه مش كله كان عارف يعني. تمام ماشي. وبعت العلاقات العامه وبحثوا ظروفه وشافوا متطلباته ايه وعمل المطلوب وزياده. طب هو قدم للكره المصريه ايه الشخص ده احد الجيل الذهبي لنادي الاتحاد السكندري. الجيل الذهبي جيل العمالقه بتاع الاتحاد السكندري. جيل العمالقه والحاج محمد صلحي جابوا مكتبه، يعني غير تكريمه في بيته جابوا المكتب وكل حاجه انتهت وتم تكريمه وعلى اعلى مستوى. وبرضه دي مش اول مره يمكن الاستاذ محمد مصلحي يعمل الكلام ده، مش مع لاعبي نادي الاتحاد بس، مع اي حد في اسكندريه هو بيعرف انه محتاج او محتاجه او في ظروف هو بيعمل كده. تمام. وفي حاجه برضه انا عايز اقولها بعد اذن حضرتك. اتفضل. لعيبه قدامى، في جمعيات كتير للعيبه قدامى، لكن انديه اسكندريه يمكن انا كنت في فتره قريبه نائب مدير النادي الاولمبي ومدير النشاط الرياضي، وكان لما يكون في اي لاعب من لعيبه النادي القدامى عنده اي ظرف كان مجلس الاداره بيتكفل فورا بيه. طيب مع اتصال ونكمل كلام حضرتك. معانا اتصال عميد حراس الوطن العربي كابتن سيد الخولي. اهلا وسهلا بيك كابتن مصر. حبيبي كابتن حاتم، ازي حضرتك؟ الله يخليك. معانا طبعا اللواء سياده اللواء طارق حسن، وطبعا ابنك بقى كابتن اسلام كمال معانا منور. ده ابويا ده. نرحب اولا طبعا بزياده اللواء وكده طارق. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك يا كابتن. الله يخليك. وطبعا نرحب طبعا باسلام ونور الشاشه. سوري. الله يخليك يا كابتني. الله يخليك. اسلام طبعا انت عارف احد ابنائي في نادي نجوم المستقبل، وكان من الحراس الممتازين جدا. الله يخليك يا كابتن. وما شاء الله من يومه وهو يعني هو حاجه محترمه. وكان عنده ميزه كويسه جدا اللي هو يعني ذكي، وكان بيفهم التمرين من اول لقطه يعني. يا سياده العميد، يا سياده العميد، اصل طالما انت بتتكلم على ابنك فاكيد طبعا يعني لازم يكون هو العريس، يعني ما لازم. والله بص لحضرتك، هو مش شهادتي مجروحه فيه، لكن هو ما شاء الله عليه يعني في فتره من الاوقات كان نادي الزمالك ساعه فعلا ان هو ياخده. تمام. وطبعا مش المستوى الممتاز اللي كان ظهر بيه، ولكن طبعا مش الامور طبعا ماديه اختلفت تقريبا عن الماده وحاجه زي كده، ما حصلوش نصيب. وبعد كده ربنا كرمه وهو سافر البرتغال. كان احد اسباب السفر كابتن سيد، كانت حضرتك كنت احد اسباب السفر خارجيا يعني. انا الحمد لله برضو الاستاذ محمد سعيد خد رايي وكده في الموضوع، فقلت له لا نترك الولد يروح ان شاء الله يجرب بره، وان شاء الله هتبقى طفره بالنسبه له كويسه، والنادي نجوم المستقبل تبقى حاجه كويسه علامه للنادي يعني. فالحمد لله برضو استاذ محمد ما شاء الله يعني حد محترم وبيستجيب طبعا للاراء الناس اللي حواليه وكده يعني. طيب سؤالين كده يا كابتن سيد، هو الدرع بتاعك فين اللي انت خدته من صيد النجوم؟ ما شفتكش يعني ما شفتكش طالع بيه يعني ولا متصور بيه، انت خدته ووديته فين يعني؟ ما انا قلت لك حضرتك ابنك بقى خده يصور بيه ما رجعليش. طيب الحاجه الثانيه سياده العميد، الدورات بقى، عايزين دورات كده حراس المرمى. بنشوف النهارده، انا اتفاجئت النهارده ان الكابتن اسلام بطل بدري. عايزين يعني توعيه حراس المرمى. انت عارف ان هم وقت كبير جدا جدا مهمشين، مش واخدين حقهم ك11 لاعب او ال10 لعيبه اللي موجودين جوه المستطيل الاخضر، رغم ان حارس المرمى عليه جزء كبير جدا جدا في المباراه وفي التدريب نفسه يعني.
فعايزين ورش عمل تدريبيه محترمه جدا، مين اللي بتعملها وانت بتعملها كمان بصفه يعني يعتبر مجانيه؟ عايزين من ده كتير جدا جدا يا كابتن سيد. هيبقى موجود معانا، معلش اعتذارا ان طب في دعوه كده الكابتن اسلام عايز يقول لك عليها. يعني ابويا ليا الشرف اللي ده ابويا حد يعني بعد ربنا هو اللي هو يوصلني لبره ووصلني، وكان دعائه وكان كلامه ليا طبعا كان حاجه كبيره قوي، هو اللي قدر يوصلني للطريقه دي والطفره دي. ليا الشرف لو ينزل نادي يعني ينزل المنصوره والدقهليه يبقى موجود معانا ان شاء الله، وهو اللي هيبقى الورشه بتاعته هتبقى موجوده. حراس المرمى هيبقى متواجد معانا ان شاء الله مع حضرتك طبعا التغطيه الاعلاميه ان شاء الله هيبقى متواجد معانا ان شاء الله كابتن سيد، لان يعني هيفيد كتير جدا من عندنا. طب خلاص يا عميد، يبقى كده في ورشه جات لك اهي واحنا موجودين على الهوا اهو، تمام يعني كده ان شاء الله في حاجه حلوه بقى. طبعا كابتن اسلام وكابتن حبيبي يا كابتن سيد، ده انت شرف كبير طبعا اللي انا كنت ابن حضرتك واتمرنت تحت ايدك، يعني انا استفدت من حضرتك كتير بعد ربنا، انت ليك فضل كبير عليا. لا انت الحمد لله طول عمرك انسان مجتهد وذكي، والحمد لله يعني برضه لما بطلت اشتغلت برضه ربنا كرمك، استخدمت ذكائك في حته انت بتحبها، عشان كده ربنا كرمك ونجح فيها يعني. الحمد لله. وان شاء الله انا تحت امرك في اي وقت تحتاجني فيه في المنصوره نعمل ورش عمل. الحمد لله خلال الفتره اللي فاتت دي عملنا حوالي 5-6 ورش عمل لمدربين الحراس. كانت كلها مجانا بدون اي شيء من اجل تطوير مدربين الحراس اللي مش واخدين حقهم في مصر بمنتهى الامانه يعني. وانا تحت امرك في اي وقت. طب خلاص يبقى انا هخلص الحلقه يا كابتن سيد وهظبط معاك موضوع المنصوره، عشان ده محتاج سفر ومحتاج مواضيع كتير وتكاليف، فلازم نتكلم فيها هتبقى موجوده عشان نلاقي الكابتن اسلام يعني معاك. لا يا كابتن اسلام مش هيأثر. لا ما اقدرش اقصر طبعا. حبيبي يا كابتن سيد. تحياتي يا سياده اللواء، احنا معلش ما خدناش الكلام معايا. تحياتي لحضرتك يا سياده اللواء. الله يخليك يا كابتن، الله يكرمك. الله يخليك، تحياتي لحضرتك. شكرا ليك كابتن سيد، متشكرين جدا كابتن سيد عميد حراس المرمى، الشخصيات المحترمه جدا والمجتهد وانسان يعني عارف اللي هو ايه في حالي، انا بشتغل في حالي ماليش دعوه بالناس، ماليش دعوه باي حاجه. دي حاجه محترمه جدا، وعمل نفسه بنفسه ورجع من بره عنده فكر جديد وفكر محترم هيطبقه ان شاء الله باذن الله لكل حراس المرمى المجتهدين. سياده اللواء، كنا بنتكلم في الموضوع الانساني اللي حصل في الاتحاد السكندري، وطبعا مش جديده على الاتحاد السكندري ان هو يوص للناس الكبيره اللي اعطت للنادي على مساحه كبيره جدا جدا من السنين وعملت رموز للنادي. النادي لغايه دلوقتي سيدي البلد الاتحاد السكندري، ده جاي مش من فراغ، لا ده جاي من جيل عظماء كبير جدا. كون ان هم يتجهوا ان هم يقفوا مع اولاده دي حاجه بصراحه جدا. لا ودي حقيقه وتم كل المتطلبات تمت على اكمل وجه، والقصه انتهت تمام كده خلاص يعني. خلاص الموضوع ده كده. طبعا انا بشكر الزملاء وكابتن هشام زكريا على تدخله في الموضوع. النهارده سياده اللواء بياكد ان الموضوع انتهى، دي حاجه محترمه جدا، وانا بكل الحب من صائد النجوم رئيس الاتحاد السكندري استاذنا الكبير مهندس محمد مصلحي، بشكره طبعا جدا جدا على وقفته المحترمه تجاه ابناء نادي الاتحاد السكندري. كابتن اسلام، اتجاهك ان انت في ورش تتجه ليها والكابتن سيد والكلام ده، لا في حاجه كمان عايز اعرفها. انت فريق عملك هل كبزنس بتبقى عباره عن بعيد عن الكوره اداريين، ولا ناس هي اداريين انت معاك مدربين شغالين معاك؟ انت كحارس مرمى بتشتغل في جزئيه معينه، في الجزئيه بتاعتك، مش هتبقى حارس مرمى او حارس مرمى وتلعب في كل حاجه او لا 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 لا. هل في عندك ستاف معين مدربين؟ انا معايا ستاف محترمين جدا، مع الكابتن ميليجي ومتواجد معانا. الكابتن ميليجي ده يعني راجل لاعب طلخه والمنصوره طبعا شخصيه محترمه جدا بصراحه. معانا الكابتن صلاح سامي، هو دلوقتي في يعني كان في ورشه برشلونه قعد 4 مواسم، نازل بفكر جديد بقى هيطبقه موجود معانا الحمد لله. انا في جزئيه الحراس المرمى متقن فيها على قد خبرتي والشهادات اللي انا خدتها الحمد لله. مع الاداره معايا ناس يعني عايز اقول لك شخصيات محترمه جدا، بيدعمونا بالماده كلها، موجودين معانا، شايفين الوضع بتاعي والوضع اللي احنا ماشيين فيه انسياق صراحه وجديه في العمل، فعايزين يطوروا وهم بيبقوا موجودين معانا. مع الاهالي اللي هي ممكن تبقى شايفه اولادها راحوا انديه، لا ده احنا هنساعدك عشان انت وديت اولادنا، يعني مش اللي انت وديت وانا وديت ابنك خلاص، لا ده احنا هنبقى معاك برضه. يعني طيب. الناس عايز اسالك سؤال، ولي الامر اللي هو ايه يعني الناس البسيطه اللي قاعدين بيتفرجوا علينا. ايوه. دلوقتي هو عمال يسمع ان انت بتودي بره وبيجيب جوه وتودي ناس والكلام ده كله. انا مثلا ابني
مش متواجد معايا. برعم صغير عايز اجيبه لك السن كويس اللي تقدر توصل لي ابني لو هو هيسافر بره. الاحلام كتير جدا عشان الناس تسافر بره. اكيد طبعا. انا ابني يطلع في سن كام؟ انا اللاعب اللي انا موديه اللي بتكلم حضرتك عنه ده انس 2008. ما هو 2008 صغير برضه. صغير جدا. بس هي الموهبه الموهبه بتبدا من انت بص، هي موهبه بتبدا من اول سن السبعه لغايه ال 14. تشوف موهبه موهبه بتبان عنده. في موهبه، طب انت بتقننها له بقى، بتبدا تمرنه عليها. بتشوف بقى الانسياق بتاعه هيبقى ماشي ازاي. احنا بقى بنشتغل على دي، بنبدا معاه واحده واحده، بنوديه انديه هنا، بنلعبه ماتشات، بنعمل له سي في محترم، بنوديه بره وبنوديه انديه في مصر. كويس. عرض وطلب بقى، انت بره اللاعب ده احنا عايزينه، لان بره بيدوروا على اللاعب الصغير اللي اشتغل معاهم كام سنين، فتره سنين عمره، وعشان كمان يستفيد منه كفلوس. بس استثمار. ايوه استثمار. انا هات لي اللاعب الصغير، اللاعب الصغير اللي هو هيبقى لا قادر على المعيشه هناك، هيتاقلم معايا ولا لا، يبدا يأقلمه بالطريقه بتاعته هو عشان يبقى لاعب محترف. طب انا لما يجي لك لعيب وهو مش موهوب وعايز يتصنع، وامل ابوه ان هو نفسه محمد صلاح عشان يجيب له شويه فلوس، هو في دماغه كده يعني يجيب له شويه فلوس، هو الولد مش موهبه، هل انت بتيجي تقول له لا ستوب؟ لا انا ده موضوع تاني. واخد بالك ازاي؟ مش معنى ان انا عندك سي في عندك 500 لاعب وهم 2 3 اللي طلعتهم. لا ما هو اللي عندك ده هو مش هينفع لعيب كره قدم. انت ممكن تشوف لعيب تاني في موهبه تانيه. اللي هو ان انا احطه في حته تانيه. لا انا شايفه سباحه، يعني هو حاجه تانيه. 30% كوره الانتقاء و60% بالظبط كده. انا عايز اعرف الانتقاء ده ازاي اجيبه، وازاي انا انتقي اما يكون داخل لي ولد مكان معين وانا لا ده انت في الكوره لا قليل، طب تعالى اشوف انا موهبته قريب من ايه اقدر ان انا ازودها له. وصلت معايا ديت يا كابتن حاتم، جه لاعب حارس مرمى، والده قال له ابني عايز يطلع حارس مرمى، فشوفه لي يا كابتن اسلام عشان ما تصرفش عليه والكلام ده، والماده مش عارف ايه اللي هو يروح انديه ويروح ويجي والكلام ده. فقلت له هاته. بدات اللي انا اشوفه اشوط عليه 3 خشبات واشوفه. طلعت بعد التلاته قلت له ابن حضرتك ما ينفعش يلعب كوره. بصراحه وبصدق ان حضرتك ما ينفعش يبقى لاعب كوره، لا قليل ومش عنده الموهبه. فالراجل يعني كان سعيد، انت راجل محترم جدا، انت شخصيه محترمه. هو دي الامانه، هي دي الامانه بالظبط كده. هو ده اللي بتكلم فيه. سيادة اللي هو البطوله العربيه اللي هتقام، ممكن دلوقتي ما فيش طبعا اعلاميا لسه ما فيش ليها صدى. عايزين نعرف البطوله العربيه مين المشترك فيها، هي بالظبط بتعبر عن ايه، المكان المتواجده فيه. البطوله العربيه هتقام ان شاء الله خلال شهر 4، وهتقام في الجامعه الامريكيه. تاكيدات الدول التاكيد فعلي لسه، لكن هي حوالي من 20 دولة، لكن تاكيد فعلي لسه ما فيش. كويس. يعني مفيش تاكيدات حجوزات يعني. لجان الاتحاد شغالين عليها كلها. لان دي مش اول مره الاتحاد، يعني ده الاتحاد الجديد اول مره ينظم بطوله، لكن مصر مش اول مره تنظم بطوله عربيه، زمان كتير قبل كده. تمام. وان شاء الله هتبقى يعني على اعلى مستوى، خصوصا انها بتقام في مكان جميل ومكان فيه كل الامكانيات. المكان فين؟ الجامعه الامريكيه. الجامعه الامريكيه ان شاء الله. طبعا هيتم تغطيه حصريه ان شاء الله باذن الله لصعود النجوم قناه مصر البلد للحدث. هتبقى متواجدين كل يوم مباشره ان شاء الله باذن الله، وننقل الحدث بشكل محترم يعني للناس. ان شاء الله. طب سيادتي اللي هو بما انك انت ملم قوي بموضوع المواهب او الالعاب الفرديه بشكل عام وبشكل خاص، عايزين يبقى في مثلا تقنيه معينه ان ازاي اعمل حاجه فتنس، اعمل حاجه للاصابات، اعمل حاجه للغوص، اعمل حاجه السباحه، الكلام ده كله. هو عايزين نخوض بقى في الموضوع ده. مصر كلها شغاله فتنس، لكن هل كلهم شغالين؟ هل كلهم مؤهلين؟ لا. النهارده انت بتلاقي مدرب جايب له شويه ولاد ايه دول، وتروح اماكن كتير ايه دول بيأجر له ساعه ساعتين، ده فتنس ايه هو ما يعرفش. ما يعرفش. ما نقول حاجه، لا مؤهل ولا عارف، وهو بيشغل ولي الامر المدرب يقول ده كويس، الساعه عمل كذا كلام بالظبط. لكن المدرب المؤهل، سواء اذا كان خريج تربيه رياضيه او سواء كان لاعب دولي او سواء انه حصل على دراسات. نمره واحد الدراسات يا كابتن، الدورات بتثقل. احنا ما عندناش النهارده الدورات شغاله بصفه مستمره. فلازم المدرب يبقى مؤهل ويبقى حاصل على دوره عشان يعرف هو بيدي ايه، ما يديش اصابه للاعب. بالظبط. النهارده الفتنس في كل لاعب بيختلف. يعني بيشتغل كله بالظبط. يعني النهارده بيشتغلوا كله يا كابتن، بيشتغلوا كله. دي برضه دي آفة موجوده، ودي برضه. طيب انا يعني في اتجاه ان يبقى في حاجه للفتنس قريبه ان شاء الله. هو في اتجاه، انا حاسس ان انت عايز تطلع بمفاجاه ثانيه. يلا بقى. وهي ان شاء الله تبقى مع شركه تريبل ان شاء الله. ان شاء الله. وننسقها يبقى في دبلومه، زي ما في دبلومه هتتعمل يبقى في دبلومه ان شاء الله باذن الله. هتبقى الدبلومه دي دبلومه للفتنس خالص.
حاجه مهمه جدا جدا. طبعا انا بشكر ضيوفي، اشكرك عشان في حاجه مهمه عايز اقولها لضيوفي قبل المشاهدين قبل ما انهي. حابب تقول اي حاجه؟ حابب ان انا بس اوجه في 4 لعيبه. اتفضل. يعني ان شاء الله فيهم ان شاء الله هم واحد في نجوم مستقبل. محمد رضا ده حارس مرمى لعيب كويس جدا، حارس مرمى كويس جدا. محمد ايمن حارس مرمى. انتظروا الناس ديت، الاسماء اللي انا بقولها ديت بجد هيبقوا الموسم ده في حته كويسه ان شاء الله. عندنا مجدي عزيز مسافر دبي، يعني لاعب كويس برضو. عندنا محمد مصطفى فيندر، الناس في 3 انديه بتفاوضوا فيه دلوقتي. فان شاء الله في لعيبه كتير، يعني مش عاوز انسى حد بس في لعيبه كتير قوي. ان شاء الله الموسم ده هيبقوا في انديه كويسه جدا. ان شاء الله احنا هنحط عينينا عليكم شويه ان شاء الله. ده شرف لينا صائد النجوم والكابتن حاتم عسكر. سياده اللي هو كلمه. لا انا بشكرك طبعا، وحلقه مثمره جدا وحلقه فيها فوائد كتير طلعنا بيها. وجودك معانا ربنا يخليك. دي حاتم انت على المستوى الشخصي انت عارف انت عندي ايه. ربنا يخليك سياده. ولكن اهلا وسهلا بصائد النجوم في اسكندريه ان شاء الله باذن الله، في كل اللي قلنا عليه. وفي الدهليه. الله يخليك. ما الدهليه خلاص هو مضى العقد. اعزائي المشاهدين، الحلقه اللي فاتت كان في حاجه مهمه بديت بيها، ان كان في مدرب كان اعتدى على مدربه عشان تاخد حقها وراحت طلبت حقها. انا غلطت على فكره واسف جدا جدا، تجاوزت وقلت عن المدرب ان هو مدرب. للاسف الشديد بعد ما تحريت عن المدرب لقيته هو في كليه التربيه الرياضيه الهرم الفرقه الثالثه، يعني لسه طالب، يعني لسه طالب، لسه انا لما اول مره قلت مدرب ما خدش الاساسيه، ده هو لسه طالب. المفاجاه الكبيره كمان انه للاسف الشديد وقع معايا، لانه طبعا هو هددني الاسبوع اللي فات هجيب اهلي من البلد والصعيد ونعمل ونسوي الكلام ده كله. كشفت جامد جدا وتحريت عنه، لقيته بيتعدى على العمدة عنده في الجامعه وبيقولوا ان هو ضارب 2 عمدة، ضارب 2 عمدة في الكليه. الاستاذ عبد الرحمن الطالب في فرقه في كليه تربيه رياضيه في الفرقه الثالثه، عايز اقول لك بص مستقبلك كويس جدا. انت دلوقتي بتقول ان انت مدرب فتنس وده غلط جدا، لانك بتنسب لنفسك حاجه هي مش بتاعتك وبتزاول مهنه انت للاسف الشديد مش قدها. احنا كنا اتكلمنا على ان مدربه ضربتها، انت للاسف تجاوزت الموضوع وتلفظت على العمده عندك في الكليه، وكمان تجاوزت وقلت ان هي زوجتك، واحنا طبعا اكتشفنا ان مفيش اي علاقه ما بينك وما بينها. السجل المدني طلع اسم حضرتك انك غير متزوج وانك اصلا لسه طالب. دي حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه ان انا نسيت اقول لامي كل سنه وانت طيبه. اسف جدا يا امي العزيزه، كل سنه وانت طيبه وربنا يديك الصحه والعافيه. انا بقالي يعني كام يوم بصراحه ما روحتش، كان المفروض النهارده اكون جنبها واقول لك كل سنه وانت طيبه. كل سنه وكل امهات مصر طيبين، ويا رب كل امهات مصر وكل ام موجوده على قيد الحياه كنز لاولادها. كل سنه وانت طيبه يا امي وربنا يديك الصحه والعافيه يا رب ويخليكي لينا وكل الامهات وكل امهات مصر وكل البنات الصغيرين اللي هيكونوا في يوم من الايام امهات. كل سنه وانتم طيبين، وكل الامهات اللي راحوا عن دنيانا ربنا يا رب يتغمدكم بواسع رحمته ويجعلكم يا رب كده من الشهداء. كل سنه ومصر كلها طيبين. شكرا لضيوف المحترمين وشكرا لصائد النجوم وشكرا لكل العاملين في دوري صائد النجوم اللي وصلوه بالنجاح، كل فريق الاعداد عشان ما ننساش اي حد. طبعا الاستاذ احمد امين المحترم عمل محترم جدا جدا، بين واظهر صائد النجوم بالشكل المحترم، والاستاذ محمود بيبو رئيس التحرير، احمد مجدي وجو مونتاج، طبعا الاستاذ خالد كمال. بشكر جدا جدا فريق عمل صائد النجوم واداره صائد النجوم، بشكر مصر البلد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برنامج صائد النجوم يأتيكم برعاية الوكيل الإعلاني لهذا البرنامج ساما جرافيك حلوان.